لو بصيت حواليك في السوق المصري هتلاقي في حركة بتحصل بقالها حوالي 5 سنين في القطاع المالي بالذات، من أول الصكوك لصناديق استثمار الذهب لصناديق الاستثمار العقارية للملكية الجزئية في العقارات لأنظمة الادخار المرنة وحاجات كتير جدا عمالة تطلع في السوق خلال الفترة الأخيرة. وعلى فكرة كل الكلام اللي أنا بقوله ده زمان كان مقتصر على المؤسسات فقط، دلوقتي كل اللي أنا اتكلمت فيه ده بقى متاح للأفراد. نوقف تصوير عشان في طيارة معدية. اللي فاهم اللعبة مش بس بيستثمر، ده بيبني ثروة حقيقية. المنتجات دي معمولة عشان توسع اختيارات وتخلي الاستثمار لكل الناس، مش للمؤسسات بس ولا بس للأغنياء. يعني ممكن من بكرة تبتدي ب 500 جنيه بس وتستثمر في أصول حقيقية. وركز في كلمة أصول حقيقية اللي أنا قلتها دي عشان هبقى أشرحها في فيديوهات بعد كده. الموضوع ده في حد ذاته نقلة في علاقة الناس بفلوسها في مصر وفي المنطقة العربية وبس كده.